ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وآل بيته أجمعين، ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنناقش إحدى القضايا التي تهمنا في إريتريا وتهم معتقدنا المسلم، وهي الفرقة الصوفية. سنتكلم عن هذه الفرقة في إريتريا من حيث النشأة ومن حيث المعتقد ومن حيث إيجابياتها وسلبياتها، ومن حيث كذلك ما كان منها من عداء تجاه المعتقدات الأخرى من أهل السنة والجماعة. أجدد الترحيب بكم مشاهدي الأكارم، وأرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف، وكذلك فضيلة الدكتور بيان صالح بيان من خارج الاستوديو. فأهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. باسمكم جميعا نبدأ هذه الحلقة مشاهدي الأكارم على بركة الله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الخطأ وأن يحفظنا ويحفظ شعبنا الإريتري وأن يهدينا للمعتقد السليم وأن يختم لنا ولكم بخير. فإلى أول فقرة من حلقات هذه الحلقة. أجدد الترحيب بكم دكتور حسن سلمان، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. نناقش عن الصوفية في إريتريا من حيث النشأة والتأسيس عموما، ماذا تقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يقدم ما يفيد وينفع. بالنسبة لمسألة التصوف أو الظاهرة الصوفية، هي ليست ظاهرة حديثة النشأة أو حديثة المولد أو حديثة الانتشار. يعني هي قد يعود تاريخها يمكن إلى القرن الثالث أو القرن الرابع الهجري. يعني نشأت في وقت مبكر كحالة تهتم بشيء معين من قضايا الدين. صحيح نفى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها لم تكن في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، ولكن المسألة على كل من حيث اهتمام التصوف بالتطهر والتزكية والاهتمام بالسلوك الخاص بالفرد والارتقاء به. الاهتمام بهذا الجانب قد لا يكون أصلا له بداية إلا مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتصوف من حيث هو فكرة يهتم بالتزكية ويهتم بالتطهر ويهتم بالرقة القلب وخشيته ويهتم بالسلوك الإنساني، فهو يمكن أن نسميه، إن جاز لنا أن نسميه، فهو علم السلوك. كما أن هنالك حدثت حالة من التطور في العلوم، حدث حالة التطور في الفقه، التطور في الأصول، التطور في كذا، حصل أيضا
ضمن هذا الاتجاه من اهتم بقضية النفس البشرية والارتقاء بها ومعالجة عللها وأسقامها. فكانت البداية الذين يعني التصوف الأول الذي نسميه الآن نحن التصوف السني، الذي كان عليه كثير من علماء هذه الأمة بدءا من الحسن البصري عليه رحمة الله، هو أنهم لما رأوا الأمة قد انشغلت بقضايا الدنيا ونزلت الأسواق وشغلتها قضايا الدنيا وتعلقت قلوب الناس بغير الله سبحانه وتعالى، نشأت هذه الحالة لتعالج هذا الجانب وترتقي بالإنسان من الناحية السلوكية. ما حدث بعد ذلك حدث طبعا تطور في الحالة الصوفية نفسها، كما حصل تطور أيضا في الفرق بشكل عام. يعني كما حصل تطور يعني مثلا كان إلى القرن الثالث لم تكن هنالك شيء اسمه أشاعرة، ولم يكن هنالك مثلا شيء اسمه معتزلة، ولم يكن مثلا، لكن نلاحظ بأن والله بعد هذه الفترة حصل أيضا نوع من ظهور مجموعات في الإطار الكلامي وفي إطار العقيدة. كذلك في موضوع السلوك كان السلوك أمر عادي، الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من أخذ علم السلوك وعلم التزكية والتطهر من النبي صلى الله عليه وسلم وورثوه لمن بعدهم. وكان هؤلاء الذين أخذ عنهم الحسن البصري وهم أخذوا عن الحسن البصري كان هؤلاء يهتمون بهذا الجانب. لكن بعد ذلك كما حصل في الطوائف الأخرى أو في المجموعات الأخرى ذات البعد الكلامي والعقدي، حصلت على كل انحرافات أيضا في التصوف في مراحل لاحقة. دخل على التصوف علم الكلام، ودخل عليهم الفلسفات الشرقية والغربية فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع النفس البشرية وكيفية التعامل معها. فعلى كل دخلنا فيما يعرف بعلم العرفان، وهذا العلم يعني كان يبنى بشكل واضح على قضية الإلهام أكثر من قضية النص الشرعي. فالناس مثلا الصحابة رضوان الله عليهم وأصحاب النبي كلهم أخذوا أن الأحكام من الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمدوا فكرة الإلهام كفكرة مركزية في موضوع إصلاح النفس أو تقويم الإنسان. لكن التصوف في مرحلة لاحقة اعتمد على هذا الموضوع، وظلت فكرة العرفان وفكرة الإلهام توازي فكرة البرهان. يعني بدل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بدأت تظهر معنا قضية إنه والله أنا أخذت عن ربي أو ألهمني ربي أو أنا ارتقيت إلى مقام من المقامات ووصلت إلى مرتبة من المراتب، فلم أعد أحتاج إلى ما يحتاجه الشخص العادي البسيط، وهكذا. فعلى كل حصل بعد ذلك تطور في الصوفية الكلامية، وهنا حصلت على كل كثير مما نراها الآن من انحرافات، بل وصلت بعضها إلى أنها حكم عليها كثير من علماء الإسلام بأنها حتى ما تقوله الصوفية المتكلمة أو الصوفية الفلسفية لا يمت إلى الإسلام بصلة، كقضية وحدة الوجود والحلول وما شابه ذلك، ممن حكم عليهم على كل علماء الإسلام من أمثال الحجاج وابن عربي وغيرهم. فهؤلاء على كل حولهم إشكالات. نأتي بعد ذلك إلى الصوفية المتأخرة. الصوفية المتأخرة التي هي في حقيقتها لم تأخذ لا البعد الكلامي الفلسفي ولا البعد الأول التزكوي، ولكنها أخذت أشياء فيها إشكالات من الناحية العقائدية وفيها إشكالات من الناحية التعبدية السلوكية. يعني مثلا تجد الآن عبد القادر الجيلاني، الجنيد، سهل التستري، هؤلاء اللي يعتبرون رموز الصوفية السنية الراشدة، هؤلاء ما كان واحد منهم يدخل على نفسه شيء دون أن يجد له دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى كان يقول لا يدخل على أمرنا إلا من كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يسلك دربنا وطريقنا فعليه أن يكون عالما بكتاب الله وسنة النبي. يقول أحدهم إنه لا يطرأ لي في هذا الطريق من الأمور أشياء ولا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. فكان الصوفية الأولى في مراحلها التأسيسية هي صوفية قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهتمة بموضوع التزكية ومهتمة بقضايا الحلال والحرام ومهتمة بقضية تطهير القلوب. الصوفية المتأخرة على كل حصلت فيها الكثير من الإشكالات والكثير من المآخذ اللي ممكن إن شاء الله يتم تناولها في أثناء الحلقة. بارك الله فيكم دكتور حسن سلمان. الآن نتوجه للدكتور بيان، حياكم الله دكتور بيان، نجدد الترحيب بكم. الله يحييك ويبارك فيك أخي الشيخ برهان، يا مرحبا. نريد التحدث عن دور الصوفية في إريتريا. طبعا الشيخ حسن تطرق إلى تاريخها وأعطانا شيء من نبذة عن بعض المعتقدات. نريد منكم شيخنا الكريم أن تواصلوا من حيث دخولها في إريتريا ومن حيث المعتقدات الموجودة التي كانت هي تمارسها، وهل لا تزال موجودة حتى الآن أو لا، ثم أيضا دورها، هل كان لها دور في إدخال الإسلام
في إريتريا، أو هل كان لها نوع من الإيجابيات أو لا؟ يعني نريد هذه النقطة لديكم دكتور حسن، دكتور بيان. حياك ربي، أهلا وسهلا بك وبضيفك الذي بجانبك الدكتور حسن، وأيضا بالمشاهدين والمستمعين لهذه الحلقة أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بالنسبة لموضوع التصوف والصوفية، طبعا موضوع ليس خاصا بإريتريا كما ذكر فضيلة الدكتور حسن، والبعض من أهل الصوفية طبعا يعيدون تاريخهم إلى القول بأنهم من أهل الصفة الذين كانوا يعرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الصفة الذين تفرغوا للعبادة وليس لديهم شيء من الدنيا، من حطام الدنيا يملكونها. فقالوا نحن مثل هؤلاء، يعني نريد أن نتفرغ للعبادة ولا نريد من حطام الدنيا شيئا. فحتى الصوفية قال بعضهم ادعى أنها تعود نسبة إلى أهل الصفة. على كل هذا يعني حتى في التعريف وفي النشأة تكلم فضيلة الدكتور حسن، والموضوع طويل وشائك. لكن ما يتعلق بإريتريا أيضا لا نستطيع أن نقول أنه التصوف والصوفية بشكلها العام أنها وصلت بالتاريخ الفلاني، لأن هذا المفهوم أو مفهوم التصوف في حد ذاته لو رجعنا إلى تعريفات العلماء، بعضهم من يجعله فقط في مجرد الانتساب إلى مجموعة من الناس، سواء كان ينتسب إليهم فقط انتسابا اسما. بعض الناس يكون أنه من مجموعة الختمية أو المرغنية أو الأحمدية أو النقشبندية أو أي فرقة من الفرق، لكنه لا يمارس شيئا من الشعائر، لكنه ينتسب إليهم فقط انتسابا. أبوه أو والده أو جده كان من خلفاء هذه المجموعة فيقول نحن منهم، لكنه لا يعمل شيئا مما يلتزمون به ومما يعتقدونه ومما يعملونه بين الناس، سواء كان في المجال الاعتقادي أو كان في المجال الشعائري التعبدي، الأذكار، المدائح وغير ذلك. لذلك لا يمكن أن نقول أنها كانت بالتاريخ الفلاني كانت في إريتريا دخلت أو بدأت، لكن يمكن أن نتكلم عن فرق معينة أو طوائف معينة من طوائف الصوفية متى بدأت وكيف دخلت، وخاصة الطوائف التي هي نقول مشهورة في إريتريا. فأشهر طريقة موجودة في إريتريا طبعا هم المرغنية، أو ما يعرف كذلك بالختمية. الختمية والمرغنية هم كلاهما لطائفة واحدة يسمى، مع أنه المرغنية هي نسبة إلى المرغني اللي هو الأخير جد محمد عثمان، ومحمد عثمان هذا هو اللي كان يعرف بسر الختم أو خاتم الأولياء، فسميت طريقته الختمية. وعندما بنى طريقته هذه اللي هو محمد عثمان المرغني بناها على مجموعة من الطرق الصوفية، على ينابيع النقشبندية والقادرية والجنيدية، وكذلك منها كذلك الأحمدية والمرغنية التي هي تنسب إلى جده المعروف بالمحجوب. إذن هذه المجموعة أو هذه الطائفة يمكن أن نؤرخ لها متى بدأت وكيف دخلت في إريتريا، لأن محمد عثمان المرغني المولود طبعا أصله هو ولد في الطائف تقريبا في عام أو في 1790 من التاريخ الميلادي، وبدأ دراسته في الطائف وولد في الطائف وتعلم بالحجاز، ثم انتقل جاء إلى إريتريا عن طريق مصوع ومكث فيها عامين، وبدأ في نشر الإسلام. يعني طبعا النشر لا يمكن أن نقوله كان فقط للمذهب، لكن حسب تواريخ حسب سجلات هذه الطائفة يذكرون أنهم بدأ عندما دخل إلى إريتريا نشر فيها الإسلام بين آلاف من النصارى والوثنيين، وهؤلاء الذين
أدخله في الإسلام، يقول أنهم انتظموا في طريقته. ثم انتقل محمد عثمان بعد طبعا ذلك إلى السودان عن طريق إريتريا، وذهب إلى هناك، ومرة أخرى كذلك عاد إلى إريتريا عن طريق السودان، وأيضا قام بجهد أو بجهود دعوي في إدخال بعض القبائل وبعض الوثنيين إلى الإسلام قبل أن يعود إلى مكة، وعاد إلى مكة فيما بعد، ثم توفاه الله في الطائف. هذا ما يذكرونه عنه، وهو يعني محمد عثمان المرغني الذي يؤرخ له بأنه كان له نشاط دعوي في إريتريا، وأسلم على يديه عدد أو مقدر من القبائل ومن الناس من غير المسلمين إلى الإسلام، سواء كانوا يعتقدون بالنصرانية أو كانوا يعتقدون بالوثنية. هذا ما يقال. أما فيما بعد فما يذكر لهم شيء في نشر الإسلام، لكنهم كان لهم دور في الخلاوي أو المدارس القرآنية نسميها، أو الخلاوي القرآنية التي يقرأ فيها القرآن ويعلم فيها الناس القرآن ومبادئ الإسلام، لأنه في ذلك الوقت هي تقريبا الخلاوي القرآنية هي التي كانت تعلم الناس القرآن الكريم، بالإضافة إلى مبادئ الدين من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وكذلك من المبادئ في علم الفقه، بالإضافة إلى حلقات المساجد. فكان دورهم كذلك أنهم بدأوا في نشر الخلاوي القرآنية. وأذكر أشهر خلوة قرآنية كانت موجودة في مدينة كرن، كانت معروفة في الحوش والمكان الذي تسكن فيه هذه العائلة، عائلة المرغني أو ما تبقى منها. لذلك هذا الاهتمام لا ينكر كان موجودا، وإن كان يعني في جوانب أخرى جوانب دعوية قد قل، ولم يكن بذلك الزخم الذي يذكر عن محمد عثمان المرغني. بعد ذلك اكتفى دورهم في قضية. طيب جميل دكتور بيان. ما الذي طيب يؤخذ عليهم؟ ما ذكرته اليوم الآن من جهودهم الدعوية وجهودهم في تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ الإسلام جميل. ما الذي يؤخذ عليهم؟ لماذا الناس يعني لا تقبل دعوتهم؟ الأصل الآن الناس كانت تقبل دعوتهم، ما كان عندهم مشكلة يعني، لكن الناس عندما بدأت تتعلم وتظهر المعاهد العلمية والناس بدأت تتفقه في الدين بشكل أقوى، وخرجت من إريتريا وتعلمت في جامعات، وسواء كان في المملكة العربية السعودية. لا، أنا أقصد هل كانت لديهم ممارسات عقدية خارجة عن الكتاب والسنة؟ هل كانت لديهم ممارسات عقدية؟ في ذلك الوقت طبعا. الآن نحن في وجهين في المسألة. إذا أردنا أن نتكلم عن ما هو مكتوب في هذه الطريقة في مؤلفاتهم، تجد فيه يعني أقوال ومعتقدات غير سليمة، يعني قد تكون في بعضها يصل إلى مرحلة القول بوحدة الوجود، وبعضها القول بالنور المحمدي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، مثل هذه الأشياء، والنور الأزلي، أو أنهم كذلك مسألة الاستمداد بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالولي الذي بيده قد يكون بعض الأحيان الاعتقاد أن هذا الولي يفعل ويترك وغير ذلك، ومسألة الفناء والبقاء في مسائل تقريبا هذه موجودة في أدبياتهم. لكن أغلب الناس أو القليل من الناس من يعرف هذه، وأغلب الناس لا تعلم هذه الفلسفة. أغلب الناس يمارسون بعض الشعائر اللي هي المتعلقة إما بالاحتفالات السنوية أو المناسبات، سواء كانت في مناسبات الأعياد، في مولد النبوي، أو في الحوليات التي تقام لبعض الأولياء والمشايخ. هذه تمارس فيها جزء منها ممكن يقال أنه بدعة ومحرمة، وجزء منها كذلك قد يقال أنه كذلك قد يصل إلى بدعة فيها نوع من أنواع الشرك. طيب قول يعني بعض أهالينا شيء لله يا مرغني، شيء لله يا مرغني، ينشدونه شيء لله يا مرغني، كذا سمعنا احنا. نعم. يعني
اي نعم. الان هو هل يعتقدون خليك من هل يعني أهل شعبنا الإريتري هل يعتقدون ما معنى شيء لله يا مرغني؟ هل يعرفون هذا؟ وهل يطلبونه فعلا؟ 90% ممكن ما يعرفون المعنى، 90% ممكن، لكنهم يقولونه. يعني هو زي ما تقول، يعني هو نشيد ينشدونه ويستمتعون به. شيء لله يا مرغني، ممكن حتى ما يفهمها بنفس الشيء لله. يعني لو جيت تفصله في اللغة العربية ممكن، لكن ينطقها شيء لله، يعني هو يحسبها شيء لله وكلها مع بعض. يعني هو لا شك أن دعاء غير الله، هو لا شك دعاء نعم. غير الله، لكن لا ندري هل شعبنا يدرك هذا، أنهم قاعدين يدعون رجلا غير الله تبارك وتعالى، يدركون هذا أو لا؟ وأيضا يقولون يا رب بهم وبآلهم، يعني عجل بالنصر وبالفرج. يعني هذا يعني سمعناهم ووقفنا ورأينا هذا. هل هذا من امتداد الصوفية؟ وهل يدركون ما يقولون؟ هذا تبع هذه المرغنية، هذه من أدبياتهم، وهذه من الأشياء التي تتلى في المناسبات. يعني يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، له يعني كتاب ايش الفتوحات الربانية أو هكذا اسمه. فهي مقسمة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها نوع من يعني زي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. هذه المقولات كل هذه فيها نوع من الشرك. يعني هل إما نعتبره توسل بغير الله؟ طبعا هذا يا رب بهم وبآلهم، بهم وبآلهم، أي بهم أي بآل المرغني وبآل المرغني، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبآل الرسول. كل إذا كان بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعي، وإذا كان بغيره كذلك إذا يكون يعني نخرج إلى مسألة البدعة اللي فيها نوع من الشرك. نسأل الله العافية. شكرا دكتور بيان على هذا البيان. لكن هل معرفتهم، هي اللغة العربية أصلا يعني ليس لهم فيها يعني علم، يعني نقدر نقول يعني هو يعني علم متين باللغة العربية، وهم ينشدونها باللغة العربية، فقد لا يدركون معناها بالضبط. لكنهم أيضا في خلل في الاعتقاد. يعني في بعضهم كذلك يعتقد أن هؤلاء أولياء وصالحين وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون فيهم أن لهم منزلة أعلى من غيرهم من البشر. قد تكون بعض الأحيان أنهم يدعون أو أنهم يكونون وسيلة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن كذلك دكتور بيان، وإن كان يعني نصيبك من الوقت قد انتهى، لكن هناك أيضا من البدع من رأيناهم يفعلونها بعض يعني آبائنا غفر الله لهم جميعا وهداهم وعفى عنهم، يعني ما يسمونه بالحضرة، حضرة مرحبا نبي مرحبا مرحبا. هذه ما حكمها شرعا يا شيخ دكتور بيان؟ هذه طبعا إذا كانوا يعتقدون، طبعا هو أنا ما كنت أعرفها قديما وكنا نحضرها يعني، لكنها لما تسأل وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، بل يقومون قياما. يعني لما تأتي هذه مرحبا نبي مرحبا، هذه لما يأتون إلى هذه الفقرة من المنظومات التي يتلونها يقومون قياما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحضر هذا المجلس. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم خلينا لكم أيضا يعني هذه أيضا من البدع يا دكتور بيان، أيضا من ما يقولونه اليوم حتى إلى اليوم موجودة فيما يتعلق بالصلاة على النبي. صلوا على يا مصطفى يا مرحبا. هذه أيضا ما حكمها يا شيخ بيان؟ وهل هي امتداد للصوفية أيضا؟ هذه من قصائد الختمية، هي كلها من قصائدهم، هي أصلها صوفي يعني، لكن كان ممكن قد تجد في بعض قصائدهم ليس فيها بأس يعني من الناحية الشرعية، لكنها في منتصفها وفي بعض الأبيات تجد أنه فيها نوع من التوصل. لا شعبنا الإريتري يتبركون بها، ما من زواج يتم إلا ويقولون يتبركون بهذه يعني شعبنا الإريتري نعرفهم جيدا يعني ما يحتاج، وهم يتبركون بهذا. لا هو وغيرها حتى في اسمه أختم قولي بالصلاة معزمة يا ربنا صلي وسلم وبارك وسلم. يعني هذا الأقوال كثيرة موجودة، لأن هذه يعتبرها من الأذكار ومن القول الحسن. الله المستعان. نسأل الله أن يهديهم. شكرا دكتور بيان على هذا البيان. دكتور حسن نرحب بكم، نجدد ترحيبا بكم. بارك الله فيكم. حصل خلاف شديد بين صوفية بلادنا وبين السلفية أو ولنقل يعني الجماعات الأخرى. طيب الكنترول يقولون فاصل. مشاهدي الأكارم فاصل ثم نعود إليكم. إريتريا يا درة البحر
منارة الجنوب. ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم مشاهدي الكرام، عدنا والعود أحمد. دكتور حسن، حصل خلاف شديد بين الصوفية وبين الجماعات الأخرى في بلادنا، وحدث أن يعني وصل بهم الأمر إلى الدخول في المسجد والتشاجر. ومن قبل ذلك في أيام، حتى أيام محمد المنغن وغيره، كان هناك حقيقة يعني بعض الأقوال التي يقولونها بعض الخطباء: من قتل وهابيا فهو كمن قتل 10 من اليهود، واستمر هذا العداء. سؤالي الأول: ما نوع هذه العداوة ومن أين انطلقت؟ سؤالي الثاني: ألا يمكن أن يتحاور الجميع ويصل إلى نقطة اتفاق، في حين أن نحن سمانا الله عز وجل مسلمين، هو سماكم المسلمين، وكتابنا واحد ونبينا واحد ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، وقد تنقلته الأمة كابرا عن كابر حتى وصل إلينا، فلماذا الخلاف ولماذا العداء؟ تفضل دكتور حسن. طيب، على كل فيما يتعلق بطبيعة الإشكال بين الصوفية ومن جاء بعدهم من التيارات، هو خلاف إلى حد كبير فيه جوانب جوهرية، حيث الفكر الذي جاءت به التيارات خاصة التيارات السلفية إذا صح التعبير، جاءت بفكرة مناقضة تماما للفكرة القائمة عليها الحالة الصوفية، سواء في مفهوم التوحيد وتحرير هذا المفهوم وإخراج الناس من حالة الهيمنة عموما، الهيمنة المشيخية، الهيمنة الطرقية، الهيمنة المذهبية، التي أيضا دعني أقول مع طول الوقت كما يقال الدين يتحول أحيانا من حالة انعتاق روحي إلى حالة رسوم آسرة، ودي تحصل سواء جماعات أو مع الصوفية نفسها. فمثلا الصوفية في البداية كانت حالة انعتاق روحي وتعلق بالله سبحانه وتعالى وتحرر من كل ما سواه. مع الوقت تتحول هذه الحالة نفسها إلى نوع من الخضوع للشيخ نفسه، حتى يقال لك والله يكون بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي قاسله. فلما جاءت الحركات السلفية أرادت أن تحرر هذا المفهوم بشكل واضح، فنفت كل ما يتعلق بخضوع الشخص أيا كان، يعني حتى العالم أنت علاقتك به علاقة تعليم وتعلم وليست علاقة تقديس وخضوع، وإنما الخضوع يكون لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينقل الناس مباشرة إلى إلقاء فكرة الواسطة. الصوفية إلى حد كبير فكرة الواسطة عندها تلعب دور كبير جدا، سواء فكرة الواسطة من خلال التعلم، فأنت تأخذ ما يقوله لك الشيخ من أوراد من كذا، وتأخذ كذلك وتستسلم له في كثير من القضايا، في قضايا الفتوى. أيضا انتقل هذا الموضوع إلى أنك في نهاية المطاف تجعله واسطة بينك وبين الله، في أنه والله تأتي مثلا من البيت بدل أن تدعو في بيتك يمكن أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه الخاصية الكبيرة في الإسلام، أنه ما تحتاج لا إلى شيخ ولا إلى قسيس ولا إلى راهب ولا إلى غيره، في أنه الله يصلك بالله سبحانه وتعالى. الإشكالية هذه طبعا جاءت التيارات السلفية لتقول ما في أي مشكلة، يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب منكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. هنا طبعا بطبيعة الحال دعني أقول تتفكك المنظومة المصلحية، هنالك منظومة وشبكة مصالح تشكلت، شبكة مصالح فيها نوع من الأبهة، فيها نوع من العظمة، التقديس، الكذا، أيضا فيها مجموعة من المنافع. لا تنسى في نهاية المطاف هذه المؤسسات الدينية الصوفية مع الوقت تحولت أيضا إلى نوع من أين جاءتنا الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية عموما جاءت من السعودية، المملكة العربية السعودية،
بعد نشأة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذلك بعض الأطراف جاءت من اليمن. فهي عموما ما بين اليمن وما بين المملكة العربية السعودية. ألم يكن جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر لهم دور؟ جماعة أنصار السنة في مصر كان لهم دور، ولكن دور متأخر. السابق هو الأدوار الحجازية. الأدوار الحجازية ظهرت في أطراف السواحل، سواء حتى في العاصمة. لكن بعد ذلك جاءت جماعة أنصار السنة المحمدية بهذا الاسم، خاصة بعد وصول الشيخ محمد الحسن عبد القادر عليه رحمة الله من السودان، ودخل إلى غرب إريتريا وبدأ ينشر وأخذ هذا المسمى. هذه تسمية جماعة أنصار السنة المحمدية واضح أنها جاءت من مصر وتأثر، لكن بشكل عام الحالة السلفية أوسع من مسمى جماعة أنصار السنة المحمدية، لأنه كانت هنالك أطراف لا تتسمى بهذا الاسم ولكنها تحمل ذات التوجه. فهذه كانت إشكالية كبيرة جدا بين جماعة ترى مفهوم التوحيد يناقض كثير مما تتبناه الصوفية، مفهوم الاتباع أيضا التي تقوم عليه الدعوة السلفية، وهو أخذ الأمور من كتاب الله وسنة رسوله والمطالبة بالدليل، مفهوم الابتداع والابتعاد عنه، البدعة وكذا، يعني كثير ما ذكرناه الآن في قضايا الأذكار. صحيح. تجد مثلا عليه كلام، وبالتالي كانت الصوفية تشعر بأن معركتها مع هذا الطرف معركة وجودية. يعني إذا أصلا خرجت من الكلام الذي كانت عليه لتدخل في هذا الاتجاه، معنى ذلك الصوفية بمعناها انتهت. فبدأت هنا فكرة الصراع، ويدخل فيها بطبيعة الحال أيضا عنصر الدنيا، لا ننسى ذلك، وهو الصراع يتحول بعد فترة إلى صراع نفوس، صراع مصالح، صراع كذا، فتبدأ على كل هذه المسألة. أما السؤال الثاني في قضية أنه لا يمكن لهذه الاتجاهات أن تتحاور، أقول دعك من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليهم بعض المخالفات، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا حتى لأهل الكتاب أن نقول لهم: قل تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني قاعدة التوحيد للبشرية كلها هو أن والله يا بشر كلنا تعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا جميعا، وهو أن نتصل بالله باعتباره خالق لنا جميعا وإله لنا جميعا وكذا، وألا نعبد غير الله، يعني نتخذه إلها واحدا ونعبده ولا نعبد سواه. والنقطة الثانية وهي مهمة جدا ولها صلة بمفهوم التصوف نفسه: وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. هنا سواء كانت الأرباب أرباب طرقية، أرباب سياسية، أرباب مذهبية، أرباب علمية، على كل ألا تظهر هنالك ما يمكن أن نسميه بطبقة دينية تتصور نفسها بأنها سيدة على الناس والآخرين بالنسبة لها دون ذلك. هذه المسألة على كل هي التي أنا في تقديري يمكن أن توحد الناس، لكن في كل الأحوال أتصور بأن الحالة التي الآن عليها التصوف بشكل عام، التصوف أيضا لا يمكن أن نتصوره كما كان عليه في السابق. بالضبط. هذا يعني السؤال أريد أن أسألك عنه. ما مدى بقائهم على المستوى الذي كانوا عليه من قبل، وهل لا تزال المعتقدات القديمة موجودة إلى يومك هذا، ومدى انتشارهم أيضا في حين وجود أيضا المعاهد الدينية والدورة القرآنية والدعاة ممن يعني سجنوا أو بقوا حتى الآن؟ مدى تواجدهم في تبليغ هذا الدين؟ نعم. التيار العام خلال 50-60 سنة الماضية، التيار العام للحالة الإسلامية هو تيار غير صوفي، التيار العام، لكن بقيت الصوفية في إطار كبار السن والناس اللي على الأقل لا زالوا على طريقة إنه والله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لكن بشكل عام حالة المؤسسات الدينية، خلاوي القرآن الكريم، مراكز التحفيظ، كلها تكاد تكون الآن الأغلبية فيها عموما لغير يعني اليوم بحمد الله وفضله ليست لهم مدارس، ليست لهم معاهد، ليست لهم أمور تتبنى فكرتهم. هي قلت كثيرا، لأنه في الآونة الأخيرة خصوصا خلال من 94 دخلت الطائفة الختمية والمراغنة، خصوصا السيد المرغني في السودان الآن حسب معلوماتي يشرف على مجموعة من الخلاوي ويرسل لها الدعم والمعونة. وأيضا بعد التسعينات من 94 بعد ما ذهب التحالف السوداني إلى أسمرة وذهب محمد عثمان مرغني إلى أسمرة، إسياس أفورقي وجد بأن الحالة الدينية التي يمكن أن تزاحم التيارات الدينية الأخرى التي لا يرغب فيها هي الطائفة الختمية، وبالتالي اعترف بهم وظل الجهة الوحيدة في داخل إريتريا الآن تتحرك بالمكشوف وتدعم الخلاوي بالمكشوف دون أن يشعر
يظهر هنالك مشكلة هو تقريبا هي الطائفة الختمية، ولكن من خلال متابعتي لها أيضا مراكزها محدودة، يعني حتى هذه اللحظة مراكزها أيضا محدودة وليست لها تلك الصولة والجولة اللي كانت على الأقل في الفترة الماضية. طيب، ما دمت ذكرت رموز النظام دكتور حسن، فيما يتعلق بتعاون النظام مع هذه الأمور، نجده مثلا يرمم بعض الأضرحة، نجده أيضا كما تفضلت. ما الرابط بين هذا وهذا؟ لماذا؟ في حين أننا نجد دعاة السلفية ودعاة الكتاب والسنة يقبعون في السجون، نسأل الله تعالى لهم الفرج. وفي حين أيضا نجد أن المعاهد التي تدعو للكتاب والسنة يضيق عليها، فلا تعترف بشهاداتها، ولا يسمح لها بتقبل الدعم من الخارج، وأيضا تبقى يعني محدودة النشاط. ولا يخفى على شريف علمكم ما حدث في الآونة الأخيرة من التضييق على مدرسة الضياء، فرج الله عن قادتها. لا يزال كثير من أعضاء اللجنة في السجن، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. ما الرابط بين هذا وهذا دكتور حسن؟ والله يا أخي، بشكل عام الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة المستبدة تجنح دائما إلى من لا يرغب بأي شكل من الأشكال في مزاحمتها على مستوى الأفكار والأطروحات والنظم السياسية والاقتصادية. وبالتالي من يقول بأن مملكتي في قلبي ولا أريد سلطانكم ولا أتدخل في شأنكم، ويسحب الإسلام بكل أبعاده وأحكامه من دوائر الحكم العام في الحياة إلى دوائر القلب. هذه واحدة. هذا أي طاقية الآن لو قلت له إيش رأيك في هذا الوضع يقول لك هذا تمام، ما في مشكلة. فالصوفية بالنسبة للأنظمة لا تزاحم، ما عندها مشكلة، لأنه كما يقول يعني مملكتهم في قلوبهم. وهل السلفية تزاحمهم في سلطانهم دكتور حسن؟ على كل هم يرونها تدخل في إطار المنهاج الحركي. يعني السلفية في نهاية المطاف تسعى إلى أن يتحول الإسلام إلى إسلام للحياة. صحيح تقول نبدأ بالعقيدة والتوحيد وكذا، لكن هذا الذي وحد الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه بطبيعة الحال أنه لا بد أن يدخل في مجال الحياة العامة. هنا لا أتكلم هنا أنه هو يريد السلطة أو لا يريد السلطة، لكن هو سيطالب بأنه والله تتحول الحياة وفق ما أحكام الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يكن هو آية. فأنت بهذا البعد، لكن السلفية لا ينازعون السلطة يا شيخ حسن. أعرف، لكن هم يريدون الأفكار الأمن والأمان والسلام، وممكن يكون في ظل هذه الحكومات. صحيح. لكن لماذا يسجن دعاتهم؟ لأنك لا تقول بأن والله مملكة الإسلام في القلب، تقول مملكة الإسلام في قلوبنا وتتحول إلى حياتنا. حياتنا. نعم. هذه الإشكالية. النقطة الثانية أيضا التصوف بشكل عام من ضمن مفاهيمه اللي حصل فيها انحراف، وهذه للأسف لاحظناها فترات الاحتلال، وهو عندما كانوا ينظرون إلى مفهوم القدر بمفهوم غير شرعي. مثلا لما جاءت في فرنسا في غرب أفريقيا، كان المتصوفة كثير منهم ولا أقول جميعهم، كان بعضهم يقول بأن والله فرنسا قدر، ومن عارض القدر فقد كفر. فهنا لما أنت تنظر إلى الصوفي الذي يعتقد هذا الاعتقاد إنه والله يا أخي فلان هذا الحاكمنا هو قدر، وعلينا أن نتقبل هذا القدر، واعتراضنا لهذا القدر هو اعتراض على الله. هذه إشكالية على كل من ضمن الإشكالات العقائدية. لكن ألا يمكن في السلطة الديمقراطية أن يتعايش السلفيون مع هذه السلطة ويحترمون القوانين الديمقراطية مثلا، ويتعايشوا في حين هي أيضا لا تتدخل في الشؤون الدينية وتعطيهم كافة صلاحياتهم وكافة حقوقهم الدينية. من أراد أن يحجب زوجته ويحجب بناته فليحجب، ومن أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن يحج فليحج. تمام. في حين لا يتدخلون مثلا في السلطة السياسية وفي علاقات الدول، ولتكن هذه للحكومات. ألا يمكن أن يتعايش هذا يا شيخنا؟ لماذا يسجن دعاتنا؟ لماذا يسجن مشايخنا؟ لماذا؟ نعم، لأن أول هذا نوع من العلمانية صراحة. يعني إذا أنت أصلا رضيت بهذا الوضع أن تقول لهم والله أنا لا أتدخل في سياساتكم ولا أتدخل في أمركم وأتركوني وشأني، هو هذا النوع في النهاية قد يتقبل، قد يتم تقبله، لكن لا يعبر عن الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي وهم يدركون ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى القائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي بأسلمة الحياة لله سبحانه وتعالى جميعا. هذه يدركون بأنه والله يبدأ من مفهوم التوحيد الصحيح، مفهوم الاتباع الصحيح، ترك الابتداع، ثم بعد ذلك أسلمت الحياة. فهي متعلقة بالمجتمع. إن وجد الإمكانات نعم، ما يخشون. لكن في المرحلة الحالية دكتور حسن، ألا يمكن
ما أنا معك، هو أصلا فكرة الديمقراطية ليست واردة عنده. هو لو واردة عنده ما كان أحد أصلا يعني يعاني من هذه المعاناة التي نتكلم عنها. هم لا يرون فكرة إنه والله أنت أصلا تنادي حتى بالإسلام البسيط. يعني أنا متأكد لو أن التيار السلفي والجماعات الإسلامية كلها خرجت من أريتريا وسلمت الأمر للتصوف، ستجد نفسك بعد فترة التصوف نفسه عندهم سيكون في مشكلة. نعم، يريدون أن يقتلوه من جذوره، يقتلعونه من جذوره. فهم يعني الكفر. فكرتهم لتقبل الجماعات تحت مظلة حنانيك بعض الشر أهون من بعض. لكن هذه لاحظناها مثلا كثير من الاتجاهات تكون عندها مشكلة مع التيار الجهادي، فإذا تخلصت من التيار الجهادي ذهبت التيار السياسي، إذا تخلصت من التيار السياسي ذهبت التيار التربوي، انتهت من التيار التربوي والعلمي ستنتهي إلى الحالة الصوفية اللي يعتبروها في النهاية أدنى مستوى يمكن أن يشكل لهم خطر. ولذلك الآن دعني حتى أيضا يعني أقول هذا الكلام. يعني مثلا المراغنة في فترة من الفترات كانوا يزاحمون التنصير ويزاحمون النصرانية بشكل خطير جدا. يعني الكلام الذي ذكره دكتور بيان فيما يتعلق بأنه والله الفترة اللي دخل فيها محمد عثمان المرقني وأسلمت على يديه مجموعة ضخمة جدا من القبائل، كانت في هذه اللحظة النصرانية داخلة بثقل مع الإيطاليين، فهو كان يزاحم الكنائس الواردة من الخارج ويزاحم كذلك الكنيسة المحلية التي كانت تستقوي بالإمكانات التي كانت تردها من الخارج. لكن دعنا نقول بأن المسلمين لا يصعب عليهم، هذا ما أريد أن أقول، لا يصعب على المسلمين سواء كانوا صوفية أو كانوا سلفية أو كانوا إخوة أو أي مسمى من هذه المسميات، لا يكون هنالك صعوبة أصلا في أنه والله يستطيعون أن يحلوا مشكلاتهم ويتعايشون فيما بينهم ويجعلوا إنه والله فلنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مع النصيحة مع البيان مع التعليم. يا سلام، كلامك الآن مع النصيحة مع البيان مع التوجيه جميل جدا. حتى لا يفهم قولنا وليعذر بعضنا مطلقا، يعني مطلقا حتى لا يفهم بالمفهوم الخطأ. إذن يمكن التعايش بين الجماعات، ويمكن التناصح، ويمكن أن نكون فعلا إخوة على الأقل في الإسلام العام. في الإسلام العام، صحيح. وأن هي هذه الإشكالية دون قطع حديثك عن الإشكال الموجود، أن الجماعات إذا أبعدت أخوة الإيمان والدين وانتقلت إلى أخوة المذهب والطريقة والجماعة، هذا الاختلال مصيبة. لكن لو انتقلنا جميعا إنما المؤمنون إخوة واعتبرنا كل أخوتنا والله أخوة الدين، وارتقينا من إنه والله هذا أخ في الطريقة الفلانية وذاك أخ في الجماعة الفلانية وكذا، ارتقي المسمى العام. يا شيخ حسن، نسمع أن بعض المتصوفة هدانا الله وإياهم أو قل بعض الجماعات الأخرى أيضا يكتبون للنظام بعض الأسماء في أن فلان وفلان وفلان هو ضدكم، أو فلان 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 هو إرهابي، أو فلان وفلان وكذا. هذا يحصل بسببه اعتقال بعض الدعاة وسجنهم وأذيتهم. ما حكم ذلك دكتور حسن؟ والله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل من يفعل هذا الفعل، لأنه صراحة هذا الفعل في أقل أحواله كبيرة من الكبائر، وفي أسوأ أحواله قد يرتقي إلى مرتبة الكفر، نسأل الله العافية. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. يعني لو أن الشخص بدأ يتعاون مع النظام كراهية للدين وكراهية لأهل الحق وكراهية للإسلام، قد ينتقل حتى من دائرة الإسلام وإن تسمى بأنه مسلم. لكن بعض الناس والعياذ بالله لمصلحة، لأن يكتسب حظوة عند النظام، ليستفيد راتب من الرواتب، هذه كبيرة فوق كل الكبائر. يعني كل ما نعتبره من كبائر الزنا والفواحش الأخرى ستجد أن هذا النوع من الكبائر، وهو أنك والله تحمل أسرار إخوانك المسلمين وأخطاءهم، أو حتى أقول خلافك معهم، أن تنقله إلى أعداء الله من نصارى أو يهود أو علمانية أو غيرهم، فإن ذلك من المخاطر الكبيرة جدا التي يمكن للإنسان أن تخرج به عن دائرة مسمى الإيمان والإسلام. وهذه دائرة خطيرة جدا يجب الناس أن تنتبه إليها. وفي نهاية المطاف ننصح المسلمين إذا اختلفوا فيما بينهم فقد حكم الله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ائت بأهل العلم من هذه المجموعة وأتي بأهل العلم من هذه المجموعة، وليتحاوروا فيما بينهم وليتناقشوا، يصلوا في نهاية المطاف إلى ما يمكن إن شاء الله أن يكون مرضي بين الأطراف جميعا. طيب دكتور بيان معنا؟ غير موجود. طيب نكمل الحديث ما تبقى من الوقت مع الدكتور حسن سلمان. رسالتكم إلى المجتمع المسلم دكتور حسن سلمان، ونختم بها هذه الحلقة. والله رسالتي أنا يعني عموما أحس بأن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الظاهرة
أو ظاهرة الخلاف الديني الخاص قد لا تكون حاليا تأخذ الهم الكبير عند كثير من الناس، ويجب أن لا تأخذ، لأننا الآن تحت مسمى الإسلام وتحت مسمى الإيمان ومسمى أهل القبلة، فإن هنالك ما هو أعظم من ذلك يواجهنا، وهو أنك أنت أمام حالة الآن من إضعاف كل المسلمين وإخراج المسلمين من دائرة التأثير وعدم وجود فاعل للمسلمين في داخل بلادهم. فبدلا من أن والله نتحول نحن إلى صراعات جماعاتية أو مذهبية أو طائفية أو فرق أو قبائل أو غيرها، علينا أن نرفع شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سبحان الله، كان في الوقت الذي ينتقد الصوفية ويتكلم عليهم يقول ولكن هنالك خير كثير عندما يذهبون إلى بلاد الكفر. حتى الجهمية كان يقول، الجهمية والأشاعرة والشيعة قال يذهبون إلى بلاد الكفر فيدعونهم إلى الإسلام فيكونون مسلمين مبتدعة خير من كفار أصليين. فحتى بهذا الاعتبار أنا أقول بفضل الله سبحانه وتعالى إخواننا الصوفية الذين الآن يرابطون في الداخل ويقيمون الخلاوي ويرابطون على الأرض ويعلمون أبناءنا كتاب الله سبحانه وتعالى، بلا شك هذا فيه إن شاء الله الخير الكثير، ونحن نشد من أزرهم، ولكن نقول عليكم أن لا يتم توظيفكم سياسيا، كل الأطراف ألا يتم توظيفهم سياسيا، وعلى الإنسان المسلم حتى البسيط لا يكون حربا على إخوانه، حربا على إخوانه، لا يكون حربا والإنسان على سبحان الله يكفيه شعورا بالذنب أنك والله بكلمة تكتبها أنت يروح أخوك 30 سنة 40 سنة في السجن وقد يموت. بالله أنت مهما عبدت الله وتقربت إلى الله وأنت تشعر هنالك مسلم تأذى بسببك وتأذت أسرته وتأذت قبيلته وأهله، وأنت تشعر بعد ذلك بأنك ما فعلت شيء، هذه إشكالية على كل كبيرة جدا. ولذلك نحن نذكر كل المسلمين بأنهم ضروري جدا أن هذه المسائل يترفعوا عنها، في خلاف ديني في خلاف فقهي في كذا، تحاوروا، خذوا الأمور بالعلم، وليأخذ في نهاية المطاف ما استطعتم تصلوا إلى حل، فليأخذ كلنا على الطريقة التي يراها دون أن يكون هنالك حجر على الناس. نحن من الهوى، نحن من نعم الهوى ضروري. في النهاية حينما نتحاور الكتاب والسنة يعني واضحتان، نعم واضحتان جدا، ليس هناك أي حقيقة يعني شيء غامض أو لا يفهم منه. نعم. هناك يعني الطواف حول القبور بلا شك أنها يا بدعة يا كفر. أنا متأكد حتى لو استندنا إلى أقوال التصوف كبار المتصوفة الأوائل لن تجد هذه الأمور، وبالتالي كما دعا فضيلة الدكتور جلال الدين محمد صالح حفظه الله ونحن نحييه من هذا المكان في مقالاته البارعة جدا حول التصوف الراشد، نحن محتاجين، السلفية محتاجة إلى التصوف الراشد، والصوفية محتاجة كذلك إلى السلفية الراشدة. وأنا أعتقد بهذا المفهوم نستطيع إن شاء الله أن نخرج من دائرة الاختلافات التي تفرقنا وتقلل من عزيمتنا. حقيقة كان الواجب علينا أن نستضيف أيضا الدكتور جلال في هذه الحلقة الماتعة، ولكن إن شاء الله الأيام القادمة بيننا. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الشيخين الجليلين الدكتور بيان صالح بيان من خارج الاستوديو والدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو حول صوفية بلادنا. نسأل لنا ولهم الهداية والرشد، أن يغفر لنا ولهم، أن يأخذ بأيدينا إلى المعتقد السليم، أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال التي تكون مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أرجو أن يكون هذا الحديث هو نبراسا لنا حتى نجتهد ونكون من هذه الفرقة التي تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. أجدد الشكر لكم مشاهدي الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير الأسبوع القادم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.
ha 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 ha